السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الأخوات تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. عارفة راسي درت الغلط هادي أسبوع باش حطيت الريلز ديال الكونفيتير د المشماش. صراحة داك الساعات كانت المشماش موجود، دابا تقريبا تنظن أنه صافي تقريبا ما بقاش بزاف. المهم سمحوا لي بزاف. بالنسبة للأخوات اللي بغاو يصايبوا الكونفيتير ديال المشماش، سواء بغيتيه المهم يجيك في داك اللوين اللي انت بغيتي برتقالي كما كتشوفوا بحال هكا. انا ما تعجبنيش يجي حمار بزاف، يعني جاي المحروق ويجي عاوتاني صفر بزاف باقي ما طابش. هذا برتقالي يعني كيجي واحد اللون ديال الكونفيتير بالمشماش رائع، وتيجي هكا خاطر تيجي زوين. وتيجي فيه داك الطريفات باينين. المهم غادي نخلي لكم الطريقه. بالنسبه اللي باقي ما صايباش الكونفيتير د المشماش، تنوض تصايبو راه ساهل. ولكن ما عرفتش واش غيكون دابا باقي موجود ولا لا، ما عرفتش حيت انا براسي باقا باغا نزيد منه، ما عرفتش واش غادي نلقاه ولا ما غاديش نلقاه. المهم بالنسبه للمقادير، بالنسبه للسكر انا دائما تنقص شويه السكر، ما تنديرش السكر بزاف. اول حاجه هنا غادي نخرجوا ناخذوا مشماش ديالنا. انا حيدته وهو باقي، حيدته من الشجره باقي طري، يعني باقي ما حمرش داك اللون د الحموريه، مازال ما حمرش. حيدته خليته عندي واحد اليومين في الكوزينه، صافي هو يرجع حمار. صافي وخدمت به كيف ما كتشوفوا بحال هكا. صافي. بالنسبه للكميه انا غادي نعطيكم، انا درت كميه كبيره ولكن نتوما غادي نعطيكم الكميه ديال الكيلو باش الا بغيتو تصايبوا، يعني تبداو بالكيلو، تشدوا العبار ديالكم بالكيلو. صافي هنايا بين ما طاب داك واحد اليومين غسلته نقيته قطعته على هذا الشكل، خليته طريفات كبارين حيت انا تيعجبني الكوفيتير يبقاو فيه الطريفات الكبارين بحال هكا على هذا الشكل هذا. هو ملي غادي يطيب غادي يبدا يذوب راسو. داك الساعات بغيت تميكسيوه بالمكسور شويه اولا بالطحانه شويه. ما بغيتو غير تخلطوه مثلا بشي طراب هكا شويه، كتخلطوه غير بشي طراب شويه، يعني ماشي ضروري انكم تميكسيوه. المهم بعد ما غسلناه هنايا، انا هنايا عندي تقريبا، هنا انا درت 3 كيلو في هذه المره الاولى، درت تقريبا فيها 3 كيلو. نتوما الا درتو كيلو غتاخذوا كيلو ديال المشماش، كديروا معاه كيلو الا ربع ديال السكر. غير واحد الحاجه، راه ملي تنقصوا السكر بزاف راه مستحيل الكوفيتير تخليوه خارج الفريغو ولا خارج الثلاجه، لان غادي يخسر لكم، لان السكر هو الماده الحافظه ديالو. انا هنا واخا تندير انا كيلو ديال المشماش، تندير فيه كيلو الا ربع ديال السكر، ولكن دائما تنقص واحد الكاس من داك كيلو الا ربع ديال السكر. تنقص منه انا واحد الكاس، ما تنبغيش الحلاوه بزاف زايده، تعجبني داك اللوغو يكون حميمض. المهم هنا غنحتاجو غير السكر صافي. انا تنقول لكم انا درت هنا 3 كيلو، درت معاها يعني تقريبا كل كيلو درت فيه كيلو الا ربع ديال السكر، ونقصت منهم كاس كاس كاس. صافي غادي نخلطو بحال هكا وغادي نخليه يبات. انا خليته بات في الثلاجه الليل كامل حتى الصباح، كيصبح طالق لينا ديك الماء ديالو بحال السيرو. صافي خلطته وخليته اصبح حتى الصباح. المهم بات في الثلاجه، صبح لنا على هذا الشكل هذا بحال هكا. صافي غنخلطو شويه باش الا كاينه شي سنيده لتحت تتخلط لينا حتى هي، وغادي نديرو على النار هادئه لمده ديال ساعه الا ربع. نار هادئه مده ديال ساعه الا ربع. هنا كطلع لينا هاد الكشكوشه، هاد الكشكوشه ما غاديش نصفيوها ونضربوا معاها نحيدوها. كندير فيها واحد معلقه ديال الزبده، زبده عادي يعني اي بواطه الزبده، تندير فيها معلقه ديال الزبده، سواء كانت زبده بلديه سواء زبده البواطه اللبده اللي كان، تندير معلقه. صافي واحد شويه وهي كتمشي هاد الكشكوشه بوحدها ما كتبقاش، يعني بلا ما نبقاو نضربوا معاه اننا نحيدوها. هانتوما الا لاحظتوا هنا غادي تلاحظوا ان الكشكوشه بدات كتمشي. هنا هي مشات الكشكوشه، صافي بدا تيطيب. صافي غادي نخليها كيطيب واحد ساعه الا ربع، من بعد غادي نطفي عليه نحيد ونخليه يرتاح. المهم هنا بعد ما طفيت عليه وخليته يرتاح، هنا راه بدا يبرد ليا شويه. وخلي بالكم اللون غامق وراه ماشي غامق، راه كيف لاحظتوا في هذا في الصحن ديال التقديم راه ما غامقش اللون ديالو، اللون ديالو برتقالي. انا تيعجبني داك اللون برتقالي، الا لاحظتوا دابا راه تيبان. المهم غادي نميكسيه واحد شويه، انا داك الطريفات بقاو غلاضين شويه، غنميكسيه واحد 2 ضربات ولا 3. نتوما الا بغيت دوروا غير الطراب دوروا غير الطراب، انا غندير له واحد 2 ضربات ولا 3 كافيين. صافي بركه عليه كافيين، لحقاش دابا حيت باقي ما بردش، مازال ما تعطيناش القوام الاصلي ديالو.
هنا البنات باش نعرفوه راه طاب، المهم ساعة إلا ربع ديال الطياب باش نعرفوه راه طاب، كنشدو واحد شوية ديال الكونفيتور كنديرو فواحد الطبيسيل وكنديرو في الفريغو، إلا بان لينا ما تحجرش يعني ما تسكرش لينا كنعرفوه أنه تنعرفو أن من تيكون السكر باقي ما طايبش، كنعرفوه صافي راه طاب. إلا بان صافي داك الكونفيتير يعني ولا كونفيتير بحال الكونفيتير اللي كناكلو صافي تنعرفوه راه طاب داك الساعات. أما إلا تحجر لينا داك الكونفيتير داك السكر تحجر لينا غنعرفوه راه باقي ما طابش ونزيدوه شوية ديال الطياب. المهم هنا عاوتاني على حساب نتوما ربما الا جالكم خاطر بزاف تزيدوا واحد شويه د الماء باش تطلقوه، الا جالكم خاطر تزيدوا شويه د الماء باش تطلقوه، جالكم جاري بزاف زيدوه واحد شويه خلوه يزيد يختار شويه. هنا تيبان لكم هنا جاري ماشي بحال الفيديو المرحله الاولى اللي وريتكم، لان ديك المرحله كانت برد، هنا باقي ما بردش يلاه حيدتو من العافيه، يعني شيء طبيعي انه غادي يكون بحال هكا بحال السائل، ولكن غير تيبرد صافي كيشد في راسو، كيتجمع وكيشد في راسو. صافي غادي نرجعوه هنا لهاد الطنجره وغنخليه حتى يبرد عاد غادي نفرغوه في القراعي. المهم انا تنديروه تنفرغوه في القراعي، راه تنديروه في الفريغو راه تيبقى ليا حتى المده ديال عام، واخا تبارك الله وصل عن بي من تيوصل الصيف راه ما تيبقاش راه كيتقى دالنا، وانما المهم داكشي اللي قسم الله داكشي اللي صيبناه راه يقدر يدوز لك حتى المده ديال عام الا صوبتي بالكثره. صافي هنا كيف قلت لكم صافي فرقته في القريعات ديالو درتو هنا في القراعي، هنا صافي راه برد كيف قلت لكم دابا ملي برد دابا عاد تشوفوا القوام الاصلي ديالو، دابا ملي تيبرد تيعقد لينا، هانتوما شفتوا هنا ملي برد شفتوا كيعقد ما بقاش داك الكونفيتير سائل ولا عاقد شويه. المهم تيجي كونفيتير ناجح 100% ومتبخلش هي بواحد جيم والله ياك. المهم الجيم راه هو اللايك والبارطاج لصحاباتكم، خصوصا انا هاد القناه هذه كنتمناها ياخذوها البنات اللي مازال مقبلين على الزواج، مقبلين على واحد يعني مثلا يلاه بداو الحياه الزوجيه ديالهم. كنعرفوا بزاف ديال البنات دابا ما تيتعلموش الطبخ في الديور ديالهم، كتبغي تصايب حتى هي شي حاجه، كتبغي هاد القناه هذه كتهمها الصراحه لانني انا كنحط فيها اي حاجه صادقه واي حاجه بتجربه. واللي كيشجعني اكثر هو ان كاينين فريمون كاينين بنات يلاه تزوجوا كتعجبهم القناه ديالي وكيعجبهم ياخذوا مني بزاف ديال الحوايج يعني بالتجربه، تيجربوهم وتستقليهم بحال هذا الكونفيتير هذا والله العظيم. لكن واحد الاخوات ديال الكونفيتير الفريز كل عام تيدخلوا القناه وحطيته انا تقريبا راه في 2020، وكل عام تيدخلوا تيقلبوا عليه وتيخدموه، كل عام تيدخلوا ويقلبوا ويخدموا نفس الوصفه تيخدموها تيعجبهم. كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم، وما تنسونيش من اللايك كيف قلت لكم، واحد التعليق زوين يكون تعليق محفز. آه مازال ان شاء الله باذن الله غنحط لكم دابا فيديوهات غنستمر ان شاء الله باذن الله، لحقاش كاين بزاف ديال الاخوات صحباتي ولا تيدخلوا عندي الخاص تيقولوا لي لا فرطتي بزاف في القناه ما بقيتيش حطيتي لنا فيها حتى حاجه ما بقيتيش. خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ان يحفظكم.